حجي، جيت أطلب إيد بنتك على سنة الله ورسوله. أبوك قبل يومين كان عندي، عرفت أنت الشاب ما تصلي، هاك الزم هاي الخاتم ما أريد وسع، مالك قسمة عندي. الشرط الوحيد نعطيك البنت 40 يوم تصلي بالجامع، بعد 40 يوم تجي إن شاء الله ونعطيك البنت. يعني بس 40 يوم أصلي تزوجني بنتك؟ شغلة سهلة هاي، من هسه راح أصلي. ما دام وافقت على شرطي روح صلي، ومن اليوم محسوب لك 40 يوم عد وتعال لي، وان شاء الله البنت تصير من قسمتك. حسن اخويا، البقرات روح خلي يحلبوهم، وهذا الدرج خلي الصفحه يجلس المغرب يجينا قلاب، وعندنا درج الاخ راح الفرغه اللي غادي. يلا اخوي انا رايح عند الشغل. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. حسن هاي التراكتور عمرته وكملته، شوف الدهن. والله الفيتر ما مسوي زين يا اخوي ما مسوي زين، راجع الفيتر رجعوا عليه. ما اعرف انا اللي وقفت براسه وقال لي هاي، وهسه همين نفس الحاله. اخويا هاي المحرك تودي عليك تقول عزيز الدهن، وهذا يوم يومين تشتغل بها هم راح نرجع يتوقف شغلنا. رحمة لوالديك. هاي اخويا هاي تمام. يلا ها حسوني. هلا حج، ايش ضلك؟ خلصت البواري كله طلعت من القاع. ما ظل ولا قطعة؟ اي طلعت البواري من هاي القطعه ومن ذيك همينه، ما ضل شيء. هاي كرامية مني لك. هاك اخوي حسن. انت منطيني راتب، شنو هذا؟ اخوي هذا مو راتب، هاي قلت لك كرامية من عندي لك، باكر جمعة السبت العصر تعال، يعني تعبت حيل، وهاي غدا باكر غدا سوي الجمعة سوي غدا لعائلتك. يلا اخوي يلا. رحم الله والديك حج. والديك يلا روح توكل. في ماله. هلا اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عليك، أشوفك أكثر من شهر جيت تصلي هنا بالجامع. بارك الله بك، أحسنت. اليوم بالضبط 40 يوم يصير على هذا الشاب، 100% اليوم راح يجي عندي ويطلب البنية. خليه اروح قبله على البيت قبل ما يشوفني. يا الله. يا الله. السلام عليكم حجي. عليكم السلام ورحمة الله.
حجي صار لي 40 يوم مصلي، كملت شروطك. يا شاب لا تزعل من عندي، مالك قسمة عندي. حجي انت قلت لي روح صلي 40 يوم ازوجك بنتي، شو هسه قلت لي مالك قسمة؟ ليش السبب؟ ايش صاير؟ هسه حاليا انت مو وفيت بكلامك. مثل ما سمعت من عندي، ما إلك قسمة عندي. تفضل. حسن، البيضات شيلهم، باكر الصبح ما نطلع على السوق ان شاء الله نبيعهن. حجي بس سؤال بلا زحمة، أنا 10 سنوات أشتغل يمك، 10 سنوات صار لي أشتغل يمك، وأي شيء انطيتني كلام بيها وفيته، بس أنت على هذا الرجال قلت له صلي 40 يوم وهسه ما وفيت بكلامك، كسرت قلبه خطية. ليش يا حجي؟ حسن، أنا نفس الرجال اللي تعرفوه. روح شيل البيضات لا ينكسرون الصبح، روح نبيعهم بالسوق وريوقك علي. يجي يوم انت تعرف انا ليش سويت هيك. توكل. تمام. والله كان خوش رجال، ليش ما زوجني بنته؟ 40 يوم خلصت. الله أكبر الله عزيز الله أكبر. حتى لو ما زوجني بنته، بس حصلت منها هاي الصلاة تعودت بعد. خلي اروح اصلي. الله أكبر. احمد. حجي بدي اسالك سؤال ابو الشهاب، كان عندك جواب الجامعة؟ غير كنت اصلي؟ كنت تصلي. اخوي ابو الشهاب، حضر نفسك وشوف شغلك. البنية وصلك من عندي، تعال اخطبها، ومقدما الف مبروك. حجي أنا صليت 40 يوم ما زوجتني بنتك، هسه يوم واحد شفتني طالع من الجامع راح تزوجني بنتك؟ شهاب، ال40 يوم اللي صليت لأن تريد تزوج بنتي، بس هسه تروح تصلي لإرضاء رب العالمين، لفراد رب العالمين، تعطي حق رب العالمين. عرفت ليش؟ الأول 40 يوم ما انطيتك البنية؟ والله بصراحة ما كنت اخذ الطعم، اصلي يوم اترك 5 ايام 10 ايام وارجع اصلي، بس من صليت 40 يوم تعودت. شلون واحد جوعان بس يريد ياكل؟ هالشكل صار عندي طبيعة. وهسه ما شاء الله منطقتنا وشيوخنا وعلمائنا اتفقوا، والزواج هم صارت سهل، 5 متاقيل ذهب ومليونين السياق، يعني كل الشباب يقدرون يتزوجون. والف مبروك مقدما. روح شوف شغلك وانا انتظركم بالبيت. خلي اروح اجهز روحي، ان شاء الله اجيكم.